لو عاوز تغيظه هات له زيزو. وكالعاده ادارات النادي الاهلي بيغفلوا ادارات نادي الزمالك، واحنا كجمهور نادي الزمالك اتعودنا على الموضوع ده. ولا هو اول لاعب ولا اخر لاعب هيمشي من نادي الزمالك، ولو هنعدهم هنلاقيهم لعيبه كتير قوي مشوا من نادي الزمالك، ونادي الزمالك ما تاثرش باللعيبه دي. ونيجي نعدهم مع بعض هنلاقيهم من ياسر ابراهيم لعمر كمال لاحمد رضا لامام عاشور لبن شرقي واخرهم زيزو. وليه انا قلت لو عاوز تغيظه هات له زيزو؟ عشان دي كانت مقوله جمهور نادي الزمالك، وهم خدوا زيزو عشان يغزونا بيه، واحنا مش فارق معانا زيزو. عارف يا حاج بزرة امتى تندم على الدنيا باللي فيها؟ امتى يا علي؟ لما الكلاب تهوهو عليك وانت اللي مربيها. وليه انا بقول زيزو مش فارق مع نادي الزمالك؟ لان نادي الزمالك مصنع النجوم، نادي الزمالك مدرسه الفن والهندسه، وفعلا نادي الزمالك ما بيقفش على حد. اي لاعب بيجي نادي الزمالك بيجي لاعب عادي، بيطلع من نادي الزمالك نجم افريقيا، بيطلع من نادي الزمالك اشهر لاعب في افريقيا. عشان كده نادي الزمالك مصنع النجوم، ونادي الزمالك عمره ما بيتاثر باي حد. وعاوزني اثبت لك ان نادي الزمالك هو مصنع النجوم؟ اتفرج على زيزو وشوفه بدأ ازاي ومشي من نادي الزمالك ازاي. بدأ ب 35,000 دولار وماشي من نادي الزمالك وهو سعره وصل 6 و7 و8 مليون دولار. عايزك تقول له اللي صرف وضيع اكتر من اللي حوش ومات، واللي تمام فلوس ما تمشيش معاه، ابعتها لي يا سبعه. وعلشان كده نادي الزمالك مصنع للنجوم وعمره ما يتاثر باي لاعب يمشي منه. والرساله اللي انا حابب اوصلها لجمهور نادي الزمالك، من حقك تزعل على اللعيبه اللي بتمشي من الفريق، ومن حقك تزعل ان المنافس بتاعك بياخد منك احسن لعيبه موجوده في الفريق، ومن حقك تزعل ان ادارتك الفاشله مش عارفه تحافظ على الفريق، ولا عارفين يجيبوا صفقات حلوه، ولا عارفين حتى يدافعوا عن نادي الزمالك. علشان كده جمهور نادي الزمالك اوفى جمهور موجود على الكره الارضيه، لانه طول عمره بيدافع عن كيان نادي الزمالك وعن نادي الزمالك، وعمره ما اتاثر ببطولات ولا عمره اتاثر باي لاعب مشي منه. عشان كده نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اوفى جمهور في مصر. طب وايه الصنف اللي كان عليه الطلب اكتر؟ النفاق. كل الناس عايزه نفاق. طب والاخلاق دي؟ الصبر والكرم والشجاعه والمروءه محدش بيشتريها. وعلشان كده نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه وجمهوره اوفى جمهور. والرساله اللي انا حبيت اوصلها ان نادي الزمالك عمره ما بيقف على حد، ونادي الزمالك تملي لجمهوره، لان جمهوره هو اللي بيدافع عنه. ولا تقول لي بقى عاوز تغيظه هات له زيزو، ولا تقول لي عاوز تهده هات له جده، عشان نادي الزمالك اكبر من كده بكتير. وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.